السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني الغاليين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم طريقة حلوة قوي. هعمل لكم القلقاس بالصلصة. طبعا بالقلقاس من الوصفات الجميلة الشتوية. بس هعملها لكم المرة دي بالطريقة القديمة بتاعت أمهاتنا. طبعا كلنا متعودين بنعمله بالسلق، لكن النهاردة هنعمله بالصلصة. بس قبل ما نبدأ بالوصفة نصلي بقى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا حلة ومعايا بصلة أنا مقطعاها كده صغير كده، وحاطة فيها معلقتين زبدة حلوين كده. هبدأ إن أنا أقلب البصلة وهخليها تدبل، يعني ما تحمرش، تبقى دبلانة كده. تحمر يعني إيه شوية سيكة كده. بعد ما تحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، دي لحمة أنا كنت سلقاها، حطيتها على البصل وهديها تقلبتين كده مع البصل، بتدي تست حلو قوي وطعم حلو قوي في القلقاس. بعد ما قلبتها هبتدي بقى ان انا احط عليها شويه فلفل اسود. انا مش هحط ملح في الوقت دوت، لان انا طبعا هزوده شوربه، فالشوربه انا مملحاها وحاطه لها كل توابلها. هبتدي بعد كده ابتدي احط الصلصه ديت انا ضربها في الخلاط ومصفياها. تمام. معاها بقى قرن فلفل وفص ثوم، بيدي ريحة حلوة قوي وطعم حلو قوي. هبتدي اقلبها واسيبها بقى لحد ما تتسبك. دلوقتي بعد ما اتسبكت جبت القلقاس. زي ما انتوا شايفين القلقاس دوت انا غسلاه قبل ما اقطعه. القلقاس يا جماعة ما بيتغسلش بعد ما يتقطع، تمام، عشان ما تفقديش فوائده، وكمان مفيد جدا للجهاز الهضمي. هبتدي بقى ان انا اقلبه كده لحد ما اشربه بالصلصة كلها. هبتدي بقى يكون معايا مرقة من مرقة اللحمة اللي هي الشوربة. هبتدي بقى ادي يعني اشربها بيها، يعني اديله على قد ما ياخد. طبعا هو لما بيغلي الصلصة بتأثر معايا، تمام. فانا بحط له شوربة بزيادة زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اسيبه لحد ما يستوي. هو القلقاس دوت ما شاء الله، طبعا عشان هو موسمه فبيستوي على طول، يعني مخدش معايا سوا. بعد هو ما استوى، هبتدي بقى قبل ما اطفي عليه هكون محضرة معلقتين زبدة، ومعايا بقى توم. هي دي بقى التكة اللي هتخلي القلقاس في حتة تانية خالص. دقة توم مع شوية كزبرة. هبتدي بقى ان انا احطها واقلب الطشة ديت زي طشة الملوخية بالظبط. بعد ما احمرت معايا ابتديت بقى ان انا احطها على القلقاس. طبعا انا طافية على القلقاس لانه استوى خلاص، تمام. وكده يبقى القلقاس بتاعنا خلص. ما اقولكوش بقى على الريحة والطعم خيال، هيعجبكم جدا. هبتدي بقى ان انا اغرفه. طبعا انا عاملة معاه رز بشعرية والقاس زي ما انتوا شايفينه اللي هو باللحمة كده. شايفين بقى جماله؟ تحفة ومستوي وجميل، والريحة تجيب لآخر الشارع. يا ريت بقى الوصفة تجربوها، هتعجبكم جدا. اهو تغيير بدل ما بنعمل على طول بالسلق. يا ريت بقى اشتراك اللايك والاشتراك في القناة. وكان معاكم مدام منى من مطبخ عالم الطبخ مع ليلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.